السلام عليكم هوانم بشوات مصر المحروسة زمان. يومكم سعيد لطيف أفندينا. فيديو اليوم عن أشهر المشروبات الغازية اللي كانت في مصر زمان. سبيروس باتس، مشروب عمره أكتر من 100 سنة. سبيروس باتس هو اللي عمل وأسس وصاحب شركة ومصنع سبيروس باتس. ده خواجة يوناني اتولد في اليونان سنة 1885، وجاي مصر لما كان عنده 15 سنة، ودرس واتعلم في المدارس المصرية، وكمان اتعلم اللغة العربية وكمل دراسته فيها، واتجوز وخلف 4 أطفال، وفي منهم اللي سافر اليونان وفي اللي فضل معاه. وفي سنة 1920 أنشأ مصنع سبيروس باتس في مصر للمياه الغازية والشربات في شارع خليج الخور المتفرع من شارع عماد الدين بجوار ميدان رمسيس باب الحديد في القاهرة. مشروب سبيروس باتس كان مشهور بين الناس برمز الدبانة، لكن هي نحلة مش دبانة، وكانوا بيسموها أباطس الدبانة. النحلة دي كانت رمز للعسل والكزوزة، علشان سبيروس باتس لما كان في اليونان شغلته كانت في الزراعة ومناحل العسل. وفي سنة 1998 اشترى طلعت عطوان رجل الأعمال المصري العلامة التجارية، وبقيت مصرية 100%. بعدين ورثها لعياله. المصنع كان مستمر في الإنتاج، وكمان واخد جوايز كتير، حتى الملك فاروق في سنة 1941 كرمهم بميدالية. المصنع في أيامه كان أحسن من 56 مصنع للكازوزة والصودا والمشروبات في مصر، وكان شغال في سبيروس باتس أكتر من 150 عامل، وعنديهم 20 عربية بيوزعوا بيها منتجاته في كل مكان في مصر، من الإسكندرية لحد أسوان. على فكرة سبيروس باتس هو اللي اخترع العربيات بتاعة تلاجات التوزيع في مصر. وطبعا زي ما احنا عارفين المصنع من زمان واقف ومش شغال، لكن وفجأة كده أحفاد مؤسس شركة سبيروس باتس أعلنوا عن عودتهم للمصنع وتشغيله مرة تاني بعد ما كان مقفول من زمان. وفعلا مشروب الدبانة نزل من تاني وحقق نسبة مبيعات 300%، والمصنع مش ملاحق على طلبات السوق، علشان دلوقتي بقينا نستخدمها بدل المشروبات التانية اللي عليها مقاطعة. ممكن حد يكون جرب المشروب المصري الأصيل ده سبيروس باتس؟ ياريت يقول لنا أخباره إيه، بس أكيد طعمه مختلف عن زمان. سبيروس باتس دي أقدم شركة مشروبات غازية في مصر والشرق الأوسط. لا كان في الست كوكاكولا ولا الأستاذ بيبسي ولا كل الهجس ده. وكان المشروب الرسمي للزيارات الملكية، لما كان يزور مصر ملك ولا رئيس دولة فيقدموله المشروب المصري المصنوع في مصر. وبعد ثورة يوليو فضل المصنع شغال ولم يخضع للتأميم، لكن وبسبب الانفتاح دخلت كوكاكولا وبيبسي في منافسة شرسة مع سباتس، وغرقوا السوق إعلانات وموديلز وخربوها. وخلصت حكايتنا.